أهلا بيكم في نوديو أسم. أنا أسم. جينا بقى لروائع الشتاء، حاجة كده ملهاش حل. اللي جربوا قبل كده عارف أنا بقول إيه. أما اللي ما جربوش محشي الخاص فايتهم حاجات كتير الحقيقة. حاجة كده ممتع بشكل رهيب. يعني أنا بالنسبة لي محشي الخاص ده رقم واحد، وبعده تتوالي المحاشي. هقول لكم بقى إزاي نعمله وإزاي نسويه بشكل لا يفك مننا ولا يتعبنا بطريقة سهلة جدا. وكل حبات الرز هتستوي بشكل موحد، وتسويته هتبقى مظبوطة 100%. من المكونات الأساسية في أي محشي البصل والطماطم، والبصل الأبيض بيبقى أحلى في وصفات الطبخ عامة، لكن لو مش متوفر مش أزمة كبيرة. لما نختار الطماطم للمحشي تكون لونها محمر وتكون طرية وما تكونش قاسية، وفي نفس الوقت تكون صحتها سليمة، ما تكونش دايبة أو بايظة أو نصها بايظ والباقي سليم واستخدمها. دي بقى كارثة كبيرة. بلاش نستخدم أي خضار أو فاكهة فيه جزء بايظ أو متعفن، بنستغنى عنها كلها. صحتنا أهم. وكمية الطماطم بالنسبة للبصل بتبقى الضعف. يعني هنا أنا هستخدم نص كيلو من البصل وعليه كيلو من الطماطم. أنا هنا مش هستخدم أي صلصة خالص، لأن الطماطم لونها حلو مش محتاجة أي إضافات تانية. هنفرم نص كيلو من البصل فرم خشن شوية. نضيف البصل في أي مادة دهنية متوفرة عندنا. نتبله ملح وفلفل. تاني إضافة معانا 3 حزم من الكزبرة الخضراء وحزمتين من الشبت أو الشمر. بنشيل العيدان أو العصب وبنستخدم الجزء اللي فيه الورق بس. هنقطعهم ناعم بالسكين. معانا حوالي 7 أو 8 فصوص من الثوم. هنا الفصوص ناعمة أو صغيرة، لكن لو كان حجمها كبير هستخدم من فصين ل3 على حسب حجم الفصوص عندي. هنفرمهم ونضيفهم على البصل. بنضيف الثوم أول ما البصلة تبتدي تلف معانا وتاخد لون مصفر. مش عايزين البصل يحمر قوي وينشف معانا، عايزين البصل يبقى لسه محافظ على طراوته. بعد الثوم على طول بنضيف عصير الطماطم. هنسيبها بقى تتسبك على نار وسط أو هادية على حسب وقتنا. ده شكلها بعد ما اتسبكت. مش عايزينها تتشرب كل سوائلها وتنشف معانا، عايزينها تبقى لسه فيها شوية صوص كده ويدوب نطرت شوية من زيوتها. دي بقى التوابل اللي هنستخدمها في الخلطة: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ورشة من جوز الطيب، وزيها من الحبهان والكمون. عندنا كيلو من الرز مغسول ومتصفي. هنضيف عليه بقى التسبيكة ونقلبه. بعدها بنضيف الشبت والكزبرة. آخر حاجة بقى بنتبل الخلطة. بنضيف الملح وبنخلي الخلطة ملحة شوية صغيرين، وبعدها بنضيف التوابل وعليهم معلقتين كبار من الزيت. ده بقى بيخلي الرز مفلفل ومهم جدا. جينا بقى لبطل الوصفة وهو الخس. بنبقى غسلينه كويس تحت المية الجارية وبنغسله ورقة ورقة. حجم الورق مش بيبقى كله واحد، بيبقى عندنا ورق حجمه كبير، وفي البعض منه بيبقى صغير، بس معظمه بيبقى كبير. فاحنا هنا هنستخدمه كله علشان ما يبقاش عندنا هادر. فلو جبنا ورقة حجمها كبير بحاول استخدم اكبر جزء منها، والباقي بجمعه واغسله بالخل ونستخدمه بقى في السلطة. ودي ورقة صغيرة تقريبا بتبقى نفس حجم الخس البلدي، بيبقى لونه أغمق من كده، وحجم ورقته صغير، وطعمه بيبقى فيه مرارة شوية. بنستخدمه برضو في الحشو. أنا بحشيه على فكرة، وطعمه سبحان الله مش بيفرق عن الخس اللي معانا. وبنستخدم الجزء العلوي بس منه، فبتبقى الورقة بتاعته صغيرة بالشكل ده. فبنبقى محتاجين كمية ورق كتير علشان نحشي كمية محترمة. لكن الورق الخس اللي معانا ده بيبقى عريض، فلو كيلو منه واحد بيبقى كافي ان احنا نحشي كمية حلوة. فاحنا هنا عندنا كيلو 200 جرام من ورق الخس. قطعناه بايدينا علشان الاكسدة، ورصيناه اكوام فوق بعض. دي المية اللي هنسلق فيها الخس. هنضيف الملح وكمون حب ومعلقة زيت. بنضيف فيها ورق الخس يدوب 10 ثواني، وبعدين بنخرجه في مية فترة من الحنفية. ونحاول نحافظ على الرصة بتاعته علشان ما نتعبش أثناء الحشو. يفضل إننا نسلق الخس بعد ما نجهز الحشوة بتاعته. هو مش بياخد معانا وقت في السلق، يدوب دقيقة هنلاقي كل الكمية اتسلقت، علشان نحافظ عليه من الأكسدة.
أو نغطيه بستريتش رول بعد ما يخرج من المية الساقعة أو الفترة علشان ما يتأكسدش ويسود لونه، ونحطه بقى في المصفى يتصفى. هنبتدي بقى نلف، بنجيب الورقة ونتعامل معاها على حسب حجمها. دي مثلا هنقسمها على 3، بنتخلص الأول من العروق أو العصبة اللي في النص السميكة، وبعدها هنجزئها على 3. زي ورق العنب، بنحط الحشوة في الجزء الخشن اللي فيه الخطوط بارزة، والناحية الناعمة بتبقى من بره، وممكن نلفها بالطول أو بالعرض. ورقة زي دي هنتعامل معاها على إنها ورقة واحدة. هنبطط العصبة السميكة اللي في النص دي بمعلقة خشب أو بسكين. هنحط بقى في قاع الحلة العصب بتاع الكزبرة أو الشمر أو باقي أجزاء من الخس نفسه، يعني أي بواقي متبقية عندنا هنستخدمها. هنجهز الشوربة اللي هنسقي بيها المحشي، ويفضل يكون عندنا شوربة دسمة، المحاشي دايما بتحب الشوربة الدسمة. هنتبلها فلفل اسود ورشة بسيطة من الكمون والحبهان وكزبرة ناشفة، والملح هنظبطه على حسب ملح الشوربة بحيث تكون ملحها مظبوط شوية، ونعززها بقى بمكعب زبدة، ولو مش متوفرة عندنا بقى نضيف معلقة زيت. ده بقى المحشي. بنسيب فراغ في الحلة، مش بنملاها للآخر علشان المحشي يتنفس ويلاقي مساحة يعلى فيها ويزيد. بنحط الحلة على النار قبل ما نضيف الشوربة لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق لحد ما تسخن معانا ونسمع صوت شكشكة ونشوف البخار طالع منها. أعتقد إنه واضح في الصورة. بعدها بنضيف الشوربة بعد ما غلت، يدوب بنغطي المحشي حاجة خفيفة، مش بنكتر الشوربة. بندخل طرف المعلقة في الأجناب علشان الشوربة تتوزع في القاع وفي الأجناب كويس. بلاش نجيب الحلة المحشي ونخبطها علشان الشوربة تتوزع، ده بيخلي المحشي يفك معانا. وزي ما انتم شايفين الشوربة يدوب مغطية المحشي حاجة خفيفة جدا، علشان برضو الشوربة الكتير ومع الحرارة العالية في البداية هنلاقي الصف الأول من المحشي بيفك معانا. بعدها بنغطيه ونسيبه لمدة 7 أو 10 دقايق على نار عالية علشان يغلي، ولا هنضيف بقى طبق ولا أي حاجة على الوش من فوق. شايفين بعد ما عدت 10 دقايق صوابع المحشي انتفخت معانا، والرز أخد وضعه جوه حبات المحشي، ومنسوب الشوربة قل. وهنضيف الشوربة يدوب برضه ونغطيه زي ما كان الأول. بعدها بنسيبه ربع ساعة أو تلت ساعة على نار وسط. بعدها المحشي بيتشرب كل الشوربة، والرز أخدت حجمها في التسوية. فلو لاحظنا هنا هنلاقي منسوب المحشي عالي معانا في الحلة. فبعد المرحلة دي لا المحشي هيرتفع معانا تاني ولا الرز حجمها هيزيد. فهنضيف بقى أول مغرفة. لو لقيناها اتشربت بسرعة قدام عينينا كده هيبقى المحشي متعطش، فهضيف مغرفة تانية وأسيبه على نار هادية تماما. بعدها بقى هبص عليه يعني تقريبا كده كل 10 دقايق واشوف لو اتشرب الشوربة ولسه مستواش بضيف له مغرفة وأسيبه يكمل، وهكذا لحد ما يستوي علشان ما يتحرقش معانا من الأجناب أو في القاع. بالطريقة دي مش بياخد معانا وقت كتير في التسوية، وبيطلع مفلفل والتسوية بتاعته مظبوطة على الآخر. أهو بقى شكله بعد ما استوى ما شاء الله، مفيش ولا واحدة فكت من غير ما نضيف أي حاجة من فوق على الوش. وأهو برضو كل واحدة محشي نازلة من الحلة بوحدتها. بجد بقى من المحاشي الممتعة جدا.
وده بقى أطول صابع محشي معانا في الحل، علشان زي ما قلنا حجم ورق الخاص مش بيبقى كله مقاس واحد، ولو حبينا نعمله كله مقاس واحد هيبقى عندنا هادر كبير والعملية مش مستاهلة. وزي ما قلنا بنتعامل مع كل ورقة على حسب حجمها، بيبقى زي الزبدة، وبيبقى الرز مفلفل وطعمه بجد ملوش حل، مش بيتشبع منه. ده العصب اللي بيبقى في الورقة واحنا بططناه، وزي ما قلنا بنحشيها بالطول أو بالعرض، مش بتتأثر معانا أو مش بتفرق. وممكن نقفله بالأجناب زي ورق العنب. وممكن ما نقفلهوش زي دي كده برضو. ممكن ناكله كده بعد التسوية على طول، أو ممكن نوزعه على صينية وندهنه بالفرشة دهنة خفيفة بالزبدة أو أي مادة دهنية، وندخله تحت الشواية من جهة واحدة بس ياخد لون كده أو كده. بجد طعمه لا يقاوم. بنبقى عايزين ناكل كل الكمية، بس للأسف بقى المعدة بتبقى مش شايلة. وللأسف كمان وصفتنا خلصت، بس وصفاتنا اللي جاية إن شاء الله مش هتخلص. لو أول مرة تشوفونا فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسم. بالهنا.